واش كتقلبوا على حلوى تفطروا بها في رمضان وتخلي الكل يعشقها؟ اليوم ان شاء الله جبت لكم مفاجاه من العيار الثقيل، كيكه بكريمه الشوكولات بنه خياليه طريه ودايبه في الفم بطريقه ما كتقاومش. هاد كيكه ماشي غير شكلها اللي كيشهي، حتى المذاق ديالها غادي يخطف القلوب من اول لقمه. مقادير بسيطه وطريقه سهله ونتيجه فاخره تشرفك في الفطور ديال رمضان وحتى في المناسبات. فقط خليكم معايا حتى النهايه ديال الفيديو باش تشوفوا كل الاسرار والنصائح اللي غادي تنجح لكم الكيكه من اول مره باذن الله. وما تنساوش الضغط على لايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم كل جديد ديال الوصفات ديال رمضان الشهيه ان شاء الله على قناتي وصفتك اليوم. وفي اجواء رمضانيه دافئه ما كاين محلى من حلوه كتجمع ما بين الفخامه وسهوله التحضير، لانها كتعتبر تحفه لذيذه بالطراوه ديالها وما كتقاومش، والمذاق ديالها غني كيدوب في الفم. في ليالي رمضان وفي لحظات الافطار كنكونوا كنقلبوا فيها كاملين على التحليه والحلوه اللي كتعطينا الطاقه. هاد كيكه بكريمه الشوكولا جبتها لكم في الوقت المناسب. يلا نبداو على بركه الله. في بول عندي 4 البيضات بحراره المطبخ، الا كانوا عندك في الثلاجه جبديهم قبل باش كتنجح لينا كيكه. كنضيف كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، ساشي ديال فاني، قبصه ديال الملحه، وواحد الكاس ديال ياغورت بنكهه الفاني. وكنطربوا المكونات كامله بالطراب او الخلاط الكهربائي. الا ما عندكش ممكن تخلطيه بالخلاط اليدوي. حنا كنعرفوا بان كيكه كتجي مع العصائر في رمضان خفيفه، يمكن لك تقدميها كتحليه في الفطور او لا في السحور، وسهله التحضير، ما كتاخذش معنا واحد الوقت اللي هو طويل. وكيف ما كنعرفوا بان الكيكه او لا الحلويات بصفه عامه كتجمع ما بين الذوق الراقي بسهوله التحضير ديالها، وكذلك كيكون اختيار مثالي للمائده ديال الفطور او السحور في رمضان. ومنين كنطربوا المكونات كامله كنضيف طحين بعد ما غربلته بهذا الشكل هذا، وكنخلطو حتى كنحصل على واحد القوام اللي كيكون ماشي جاري بزاف وما ثقيلش بزاف. كنضيف 2 خمارات وكنزيد عليهم 2 معالق ديال الكاكاو المر بعد ما خلطت خماره مع الطحين، وكنطربهم كذلك حتى كيتمزج ليا الكاكاو مع العجين ديالي. كنخدمو اللي غادي يدخل الفرن كندهنو بالزبده وكنرشو بالطحين، وكنخوي عليه كيكه ديالنا بهذا الشكل هذا. كيف ما كتشوفوا القوام ديالها ما كيجيش جاري وما كيجيش ثقيل. وكندخلها على فرن اللي سبق ليا وشعلته من قبل على درجه حراره مرتفعه، وكنخفض الحراره وكندخلو كنخليها طيب على راحتها. وكندوز نوجد معكم الكريمه ديال الشوكولا. كناخذ 2 كيسان ديال الحليب وعلبه ديال كريم شونتي، وكنضيف معلقه ديال الكاكاو المر، وكنطرب الكل مزيان حتى كطلع ليا ديك الكريمه ديالي، وكنحصل على واحد القوام اللي كيكون ثقيل باش تجينا كيكه خفيفه مغطيه بكريمه الشوكولات وكذلك دايبه في الفم اللي كتعطينا واحد الطاقه لذيذه من بعد يوم صيام طويل. وهذا هو الشكل ديال الكريمه ديالنا اللي غادي نزينوا بها لو كيك بعد ما وجد لينا. وكيف ما كتشوفوا كناخذ الكيكه ديالي وكنقطعها على 3 ديال الطبقات باش كنزين بالطبقه الاولى والطبقه الثانيه. كنوضع الكريمه ديالنا. فصدقوني كنتمنى انكم تجربوا هاد لو كيك هذا باش تبقى معتمده عندكم، لانها كتجي خفيفه وكتزيد لينا واحد اللمسه الطبله الرمضانيه ديالنا. وكنزينها بهذا الشكل. كندير الطبقه الاولى ونوضع الكريمه ديالنا بهذه الطريقه هذه، وكنستمر نوضع كذلك الطبقه الثانيه حتى كنكمل الطبقات، وكتعطينا واحد النتيجه اللي كتكون 100% مضمونه. تقدري تحضريها بسرعه وتفاجئي بها العائله ديالك والضيوف ديالك كذلك، لان الشكل ديالها كيشهي والطعم ديالها كذلك ما كيتنساش. وكنزينها من الجوانب بالكيك اللي بقات لينا.
داك التفرتيت بها كنزينها. فالتزيين كيبقى لكم اختياري باش ما بغيتو تزينوها، انا عطيتكم غير الفكره وانتم كتكملوا من عندكم. بغيتو ديروها بهذه الطريقه فهي كتجي رائعه جدا وسهله بمكونات بسيطه، تقدي تلقايها عندك في الدار. فقط غير جربيها مره واحده وغادي تولي من الاساسيات ديال رمضان عندك باذن الله، لانها كتحضر بكل ثقه وكتخلي المذاق يتكلم عليك في رمضان هذا العام. وإلا بغيتي الطبله ديال رمضان ديالك تكون مميزه، هاد كيكه ضروري تكون حاضره فيها. وفي الاخير كنزينها بالشوكولا بهذه الطريقه هذه. وحنا كنعرفوا بان كريمه الشوكولا كتعطينا واحد الشكل فاخر ومذاق غني ما كيتقاومش. كتخلي كذلك الكيك ديالنا تبان احترافيه بحال خارجه من اشهر محلات الحلويات. السر الحقيقي دائما كيبقى في القوام الصحيح وطريقه الخفق اللي كتضمن ليك نتيجه ناجحه من اول مره. ولو كيك ديالنا الشكل النهائي ديالها هو هذا. كنزوقها بالشوكولا حبيبات من الفوق. كيبقى لكم الاختيار، بغيتو تخليوها غير بالشوكولا فهي كافيه. وكنقطعها، شوفوا ما شاء الله القوام والكريمه ديالنا كيفاش كتجي دايبه وسط كيكه، كتشهاها العين قبل البطن. وما كاينش فينا اللي ما كتعجبوش الكيكه ديال الشوكولات بالنسبه لينا حنا الكبار وكذلك بالنسبه للاطفال. وجديها وخليها عندك في الثلاجه، راه يمكن لك تحتفظي بها واحد المده لانها ما كيطرى لها والو. وشوفوا ما شاء الله الكريمه كيفاش جايه معلكه وسط لو كيك وكتذوب في الفم. والقوام ديالها الداخلي كيكون رطب ماشي ناشف وماشي ثقيل. انا كنعتمدها كتحليه رقيه للفطور او للسحور في رمضان. ممكن تقدموها مع العصائر اولا تقدموها مع القهوه ولا مع اتاي كيف ما كتفضلوا تاكلوها. فصدقوني النتيجه كتشهي من اول نظره باللون الغامق ديال الشوكولا اللي صيبنا به لو كيك، والكريمه اللي كتجي من الداخل طريه ورطبه بحال شي قطعه ديال السحابه مخلطه بافخر انواع الكاكاو. شوفوا معايا الطبقات الغنيه بكريمه الكاكاو كيفاش باينه رطبه ومشدوده في نفس الوقت. والسر ديالها كيف ما سبق لي وقلت لكم في جوده الشوكولاته والحلاوه اللي كيخصها تكون مدروسه باش ما كتغلبش لينا على نكهه الكاكاو بالنسبه لعشاق الشوكولا اللي كيبغيو نكهه قويه وقوام كيذوب في الفم. وهكا غنكون وصلنا لنهايه الوصفه ديالنا ديال اليوم اللي هي كيكه بكريمه الشوكولا. جات روعه بكل المقاييس. الا جربتوها اكيد غادي تولي من الحلويات المفضله عندكم في الفطور ديال رمضان باذن الله. ما تنساوش تكتبوا لي رايكم في التعاليق وتقولوا لي في النتيجه كيف جاتكم، وشكون فيكم اللي غادي يجربها اليوم قبل غدا. دعمكم كيشجعني نقدم لكم المزيد من الوصفات الناجحه والبسيطه. وإلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك في القناه اللي مازال جديد. مرحبا بكم وسط عائلتنا، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال وصفاتنا الرمضانيه الشهيه على قناتي وصفتك اليوم. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده وبصحه والراحه.